التكال سم قاتل يخفى في الطعام والشراب، يدمر حياة الإنسان من الداخل وهو لا يشعر. كم من شخص عاش سنوات طويلة يعاني، يتنقل بين الأطباء ويتناول الأدوية، لكن الألم لا يزول. في هذا الفيديو سنكشف لكم أسرار التكال، ما هو، ما هي أعراضه، وما هي طرق التخلص منه بالوسائل الشرعية والطبيعية. تابعوا معي حتى النهاية، فالمعلومة التي ستسمعونها ربما تنقذ حياتكم أو حياة شخص تحبونه. الجزء الأول: ما هو التكال؟ التكال نوع من أنواع السحر المأكول أو المشروب. يقوم الساحر والعياذ بالله بوضع مواد خبيثة أو نجسة في الطعام أو الشراب بقصد الإيذاء. خطورة التكال تكمن في أنه يدخل مباشرة إلى المعدة والدم، فيؤثر على الجسد كله، وغالبا يبقى مستترا، فلا يدرك المصاب أنه مسحور. الجزء الثاني: أعراض التكال. من أبرز أعراض التكال آلام متكررة في البطن بلا سبب طبي واضح، غثيان واستفراغ مستمر، فقدان الشهية ونقصان الوزن، كوابيس مزعجة وضيق في الصدر، ضعف في التركيز والذاكرة، وقد يشعر المصاب بنفور مفاجئ من أهله أو زوجته، أو بفقدان الرغبة في الحياة، وهذه كلها علامات تنبه إلى خطورة الأمر. الجزء الثالث: طرق التخلص من التكال. العلاج الحقيقي يبدأ بالرجوع إلى الله تعالى، فالرقية الشرعية هي السلاح الأقوى، وتشمل قراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسورتي الفلق والناس، شرب ماء قرئ عليه القرآن والاغتسال به، تناول العسل الطبيعي وزيت الزيتون بعد الرقية، الحجامة في بعض الحالات عند أهل الخبرة والثقة، وهناك وسائل طبيعية مكملة يستخدمها الرقاة، مثل شرب مغلي السنامكي لإخراج السحر المأكول، الماء المرقي المضاف إليه ملح خشن، العسل الممزوج بماء دافئ، مغلي الشيح أو الزعتر البري. لكن يجب أن نعلم أن هذه كلها أسباب، والشفاء بيد الله وحده. تحذير: إياكم واللجوء إلى الدجالين أو السحرة، فالسحر من كبائر الذنوب، والساحر كافر، ومن قصدهم خسر دينه ودنياه. الطريق الصحيح هو الالتزام بالرقية الشرعية، والإكثار من الدعاء والاستغفار، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم تعرفنا على التكال، ما هو، أعراضه، وطرق التخلص منه. إن كان لديكم تجربة أو معرفة بهذا الموضوع فاكتبوها في التعليقات ليستفيد غيركم. ولا تنسوا دعم هذا الفيديو بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناة الساحر التائب، لعله يصل إلى شخص محتاج فيكون سببا في نجاته بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.